بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. طبعا الحمد لله على المكسب بتاع امبارح، لكن في اخطاء بالجمله للاهلي. الاهلي امبارح ما كانش شرس خالص، التحول الهجومي لقدام كان بطيء، حتى التحرك بدون كره يا ريت يكون اسرع من كده. الاهلي لازم يكون شرس فنيا وكمان على مستوى الروح عشان تاخد افريقيا مستريح. امبارح ضيعنا فرص كتيره سهله، اولها عمرو السولية اللي بيباصيها للحارس. احنا دخلنا الرجاء الجيم باخطاء من ديانج ومتولي. اي نعم الرجاء امبارح ما كانش متكتل دفاعيا وكان بيلعب بجيم مفتوح، وطبعا اكتفينا بهدفين بس. اي نعم ضربة جزاء ما اتحسبتش امبارح، لكن امبارح الشوط الثاني كنا لازم نجيب الثالث والرابع والخامس، عشان الماتش في المغرب هيكون صعب جدا 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 جدا. لازم نلعب هناك بطريقة متوازنة جدا، ولازم نجيب جون بدري بدري عشان ننهي على آمال الرجاء تماما. أتمنى التوفيق للأهلي في اللي جاي. سلام.